مساء شريف على جميع. ب... بدقيقة واحدة تفكير، ما سألتوش نفسكم ليه الفترة الأخيرة ديت بقى في حالة احتقان طائفي على السوشيال ميديا؟ ليه ظهرت قنوات، وهنا مش بتكلم بس على قنوات فضائية، قنوات على اليوتيوب، قنوات على الفيسبوك، قنوات على التيك توك، قنوات بيستهدف مقدمين المحتوى فيها لإهانة وتدمير والتشكيك في دين الآخر، كل السبل كل الوسائل. وتلاقوا الأشخاص اللي طالعين على هذه المنابر المشبوهة هم شكلهم وهيئتهم لا توحي يعني ان هم عندهم القدرة في هذا الكم من النشر والانتشار والماركتينج، اللي معروف جدا ان وراء هؤلاء من يدعمهم، سواء ماديا، مهنيا، تكنولوجيا، بكل اشكال. ليه كمان في صفحات واكونتات على السوشيال ميديا هدفها الوحيد والاوحد ان هي تخش تشتم فيك، في دينك، في معتقدك، في بوستات حتى انت، يعني بوستات انت ما دخلتش في شؤونهم او ما كلمتش في، يعني بوست دي احتفال بعيد قيامه مثلا، او احتفال بعيد اضحى، تلاقي ناس من اكونتات مجهوله بيخشوا يشتموا فيك ويقول لك يعني اهانات بقى، يعني مش عايز اذكرها، لكن بيبقى الهدف الاساسي احداث حاله احتقان رواج طائفي. اهدافه بالنسبه لك انت مش واضحه ليه. ده واحد بيطلع يتكلم ويشك في ديني وانا بطلع ارد عليه، وهو حتى بيخفي ردي او هو بيزود على ردي برد يشوش عليه. طيب، ده واحد او واحده بيخشوا اللهم يعني فضلا ونعمة على هذا الدين وليس هذا الدين وانتم كفار ونحن مؤمنين، وتخش بقى انت في السجال بقى، وتلاقيه بيشتمك في الخاص فترد عليه، فبتحصل حالة الاحتقان. انت مش عارف مين اللي بتشتمه ومين اللي بيشتمك، مش عارفه، مش عارف اللي بيطلع المنبر ده مين واصله ايه وتوجهاته السابقة ايه، مش عارف. بس انت بتستنزف، استنزافك ده مش بس ماديا وقتيا وذهنيا ونفسيا، استنزافك ده كمان بيوجد حالة من الكراهية لأبناء هذا الدين أو هذه الطائفة. خدوا بالكم مش بس كده، ده يعني ما بين الأرثوذكس والبروتستانت أو الإنجيليين في حالة يعني مش عايز أخوض في تفاصيل لأن الوضع مؤلم جدا، نحن لا نعي ماذا يحدث. والاستنارة والحكمة في الكثيرين معدومة. هو شتم اخش ارد، هي قالت انا ابعت لها. نهدى بس كده، بدنا نروق، بدنا نهدى شوي، ان في كيانات خارجية بتهدف لحالة الانقسام داخل المجتمع بتاعنا في مصر. ليه؟ لأن كل الدول المحيطة كل الدول المحيطة بلا استثناء في الشرق الأوسط فيها صراعات داخلية وخارجية وحروب أهلية واحتلال وضرب ونزاع مصر دولة بمكونات حدودها هادئة بل محتضنة للاجئين. مصر دولة بتحاول قدر الإمكان إن هي لا تدخل في شؤون الآخرين ولا الآخرين يتدخلوا في شؤونها. فيحصل إيه؟ إن نوجد حالة انقسام، نوجد حالة النزاع، حالة الاحتقان. ده إزاي؟ بالوهم، بالوهم إن يطلع حد على قناة ويقعد يشتم فيا وأنا أطلع على قناة تانية أشتم فيه، يطلع واحد عامل أكاونت يهين ديني فيطلع أنا أرد عليه بإهانة دينه. وطبعا كما قال غاندي، يعني إذا ردت الإساءة بإساءة فإلى متى ننتهي؟ يعني مش هنخلص. طيب نعمل إيه؟ التجاهل. كنت زمان برد، بس دلوقتي أشوف حد يقول طب يا سيدي
مفيش حتى. طب انت ايه علاقة التعليق بالبوست؟ مفيش. ما انا فاهم هو عايز ايه، هو فاهم هو عايز ايه، وعايزني ارد وانزل المستوى بتاعه. لا، بلوك ديليت، بلوك ديليت، بلوك ديليت، خلصت. ولا ولا تستنزف وقتك ولا جهدك ولا ذهنك ولا صحتك ولا اي حاجة. في 3 ثواني، خطوتين، تخش تعمل بلوك، ترجع تعمل ديليت للكومنت بتاعه او التعليق بتاعه، خلصنا. لا تدعو فرصة للآخرين إن هم يحاولوا يشتتوا أو يقسموا مجتمعنا. أنا فاكر كويس جدا رئيس السيسي قال وحدة الشعب دي محيرة للعالم، الشعب المصري. وبالتالي الحل أو الخطر الوحيد اللي يحوم ويهدد الوطن هو الانقسام. لازم نكون هو كان بيقول كده، نبقى كده كلنا، كل المصريين يبقوا كده على قلب رجل واحد. ولا يا كامل؟ صحيح، صحيح، كلامه صحيح. ربنا يحفظ مصر وشعبها وأهلها بكل أديانهم، بكل طوائفهم، بكل مذاهبهم، بكل معتقداتهم. لك دينك ولي ديني، لك معتقدك ولي معتقدي، أحترمك وتحترمني، ولا نتدخل في صراعات. ويكفي ما حدث ويحدث وسوف يحدث في العالم، ولتبقى مصر كما كانت أيام يوسف هي الآن بلد الملاذ الأمان لكل العالم.